الله، وراح فين؟ يا سيادة القاضي، ورا اليوم فاروق بيه، حد يشوفه بره يا جماعة. فاروق بيه. ايوه لحظة واحدة معلش. الهيئة الوطنية للانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة يوم الاثنين اللي جاي هو الميعاد اللي هيتم فيه برئاسة المستشار طبعا وليد حمزة. مصر جاهزة لانتخابات الرئاسة زي ما بيتكلم. الحياد الكامل، حياد الهيئة، حياد مؤسسات وكافة أجهزة الدولة، حياد الإعلام. المهم خلينا بس نشوف الأستاذ. احنا إعلام بالمناسبة مش إعلام تبع الدولة خالص، احنا إعلام خاص. ده يعمل انتخابات تنافسية. لا دي الدولة لا تديرنا، الدولة مش مسؤولة عننا ولا مؤسساتها ولا حد مسؤول. احنا مالك هذه القناة حضراتكم عارفين. سيادة النائب المحترم محمد أبو العلي. تؤكد الهيئة على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقا لما نص عليها الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية. واضح جدا من غير يعني لف ولا دوران ان الرئيس السيسي هياخد نصيب اكبر. انا مش بعيد عنكم، يعني كان ليا الشرف ان شقيقي يبقى ضمن اعضاء القضاء. يعني جرايه يا استاذ عبد البارئ، ما تحترم نفسك، ولو انت تمساح اللغه العربيه فانا خرتيت القانون. عفوا ايها القانون. ليه التشكيك قبل الانتخابات ما تبدا؟ ليه التشكيك؟ الوطنيه للانتخابات اجراءات قانونيه ضد التشكيك في نزاهه. دي مهم جدا جدا جدا. بص يا حبيبي، نحط واحده خضراء. سياده القاضي، استاذن عليك استجوب الشاهد. اتفضل استجوبه طبعا. اي تشكيك في العمليه الانتخابيه لازم يكون لي رادع، وانا بتكلم دلوقتي وانا كلي ثقه الهيئه الوطنيه للانتخابات. انا بالنسبه لي ما اقدرش اسمح لنفسي ولا اقبل لا لكم ولا ليا ان انا ابقى موجود في مكاني ده رغما عنكم. وانا يعني احنا وصلنا لما يسمى النضج السياسي في هذا الامر، فبالتالي ستجرى العمليه الانتخابيه بكل شفافيه. هتستعبط يا روح امك. انت بتعمل ايه يا بني ادم انت؟ المستشار أحمد بنداري أعلن إنه سوف يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مظبوط؟ تمام. مش قال كده الكلام ده دلوقتي؟ طيب ده وقته؟ يعني أنا بسألك، إحنا خلاص ابتدينا، قلنا بسم الله توكلنا على الله، ده وقته؟ ترشيح أمر سهل، أي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول، بس ينجح إزاي؟ دي لعبتنا إحنا. لا يعني ليه لم يتم إعادة تشكيل المجلس قبل ما نبتدي العملية؟ مش تزوير لا سمح الله، لا، بس زي ما تقول كده إحنا دارسين نفسية الشعب المصري. يعني عايز اقول كون ان الرئيس السيسي هيبقى حظه من الاعلام اكبر متوقع لاسباب مفهومه، بحكم انه بيحكم البلاد بقاله كذا سنه، بحكم انه رئيس الجمهوريه، بحكم ان هو ايضا بيتصرف خلال الفتره دي كرئيس للجمهوريه. مفهوم. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لو المصريين ما عايزين ما هقعد ثانيه في المكان ده. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومه كانها عمه اللي خلفته، حتى لو الحكومه دي ماشيه على حل شعرها. شغلنا بقى. اوريكم خبر بس امبارح بالليل كده، لقيت دنيا الناس عماله تنشر اخبار كتيره وفيديوهات كتيره. اوريكم الخبر. كيف تقيم الاسماء المطروحه حتى الان للتصدي لانتخابات الرئاسه للجمهوريه القادمه؟ طيب بالمناسبه لن يتقدم الاخوان المسلمون بمرشح، عشان نخلص الحكايه دي ونقول ان عدم المنافسه او الصراع على السلطه امر واقعي، فده خلاص نخلص منه ونقول ونؤكد على هذا الامر. ايوه، حلمي الجزار. مين حلمي الجزار الاول؟ حلمي الجزار انا اعرف حلمي الجزار، اعرف مين هو. حلمي الجزار احد اهم قيادات جماعه الاخوان الارهابيه. مين اللي كلامه متقن مرتب بيخاطب الوجدان المصري. بقول ان المرشح احمد طنطاوي اكثر هؤلاء وضوحا. وقال ايه؟ خلوا بالكم كلام اللي قاله حلمي الجزار. احمد طنطاوي هو المرشح الاقرب لنا. لمين؟ لجماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ حلمي الجزار. أنت سافرت إلى لبنان سابقا الفترة الماضية؟ أنا لم أسافر لبنان في حياتي مطلقا، مش الماضية. وطبعا هنا جواز سفري موجود والمطارات اللبنانية موجودة، لو دخلت في أي يوم من الأيام يقول أنا لم أذهب إلى لبنان مطلقا. يعني معنى كده لم يجمعكم أي لقاء؟ إطلاقا. أنا كل ما جمعني به هو ما ينشر على صفحات الفيسبوك وما هذا يعني، وأقرأ من باب الاهتمام يعني. هل ما ذكره السيد حلمي الجزار امس في حديثه في قناه الشرق الاخوانيه حجه او قرينه نقدر حد يشتكي بيها المرشح اللي هم ايدوه؟ احمد طنطاوي هو المرشح الاقرب لنا في الانتخابات الرئاسيه. نقطه. المواطن يبقى عارف والمشاهد الكريم يبقى عارف ايه الحكايه.
هو السؤال برضو ما زلت محتاج اجابه ليه، هل ده حجه قانونيه يقدر حد يروح بيها المحكمه الصبح، ولا ده لا يكفي ان انا اتهم حد باي حاجه لمجرد ان حد قال عليه كويس؟ ما ممكن واحد مثلا من معسكر الاعداء بقى، مش هسمي مين، قال ان استاذ مصطفى بكري ده والله راجل حقاني وانا معجب بيه، هل معنى كده ان استاذ مصطفى مع هؤلاء المعسكر او مع هؤلاء الاعداء؟ بس ده شغال مع الاخوان المسلمين وانتوا عارفين، وعدم المؤاخذه يعني مفيش وفاق بينكم وبين الاخوان، هترضوا بيه ازاي؟ وصور لنا انه يعني مكتسح الانتخابات، بالراحه على نفسك، وارجو انه فعلا تبقى في موضوعيه في الطرح، وفي نفس انت راجل بترشح نفسك لاعلى منصب قيادي في مصر. هو لما يرشح نفسه محدش يقدر يقول له لا، هي دي الديمقراطيه، واحنا في بلد ديمقراطي. ايوه. جماعة الإخوان المسلمين كانت ولا زالت تبني شبكة مجتمعية لخدمة الوطن والمواطن، وأذكر هنا بعدد المستشفيات الجمعية الطبية الإسلامية وعدد المدارس وعدد المستفيدين، نحن على عهدنا مع الشعب المصري نريد الخير، كل الخير للمصريين، كل المصريين. شوقي هات اللعب والعيال وحصلني على العربية. رفعت الجلسة. الشرقيش.